نخش بقى على المباراة الثالثة، ويا حبيبتي يا مصر يا أم الدنيا مصر وبنين. ولا تقول لي بقى بنين بقى ولا بتاع بقى، احنا مصنفين ال 34 على العالم وجايبين لي بنين المصنفة 92 على العالم. ايه يا جدعان؟ ده قلة أدب وتهزيء والله العظيم، مش كده. ده احنا معانا العميد يا جدعان. اصل انا بقى عارف بقى الناس هتقول لك بقى يعني انت النهارده بتقابل بنين في المغرب وفي دور ال 16 واقول لك بقى على حاجه، انت عارف ان المغرب في 2019 لما كانت البطوله على ارضك كانت بتقابل بنين في دور ال 16 وكله كان بيقول ان المغرب هتكسب وهوب بنين خرجتها. اقول لك لا يا حبيبي مفيش الكلام ده، مفيش منه، مش هيحصل. لان مع العميد ورجالته لا تقول لي بقى بنين ولا بنات، احنا يابا بالصلاه على النبي متاهلين لدور الثمانيه. اسمع مني، ما تبقاش بنين بتاخد من السنغال 3 وتروح هنا تاخد 2 ومش عارف ايه واحنا تيجي على ارمط وتبرك. لا ان شاء الله باذن الله 2-0 لمصر. شريطه ان الرجاله دي ما تتاخرش في التسجيل، لازم ان احنا نبتدي مهاجمين الماتش ده، وكابتن حسام يعدل بقى الاوتار بتاعت اخر ماتشين خالص وننزل ضاغطين ونحط الاول ونحط الثاني عشان نطمن والماتش يبقى سهل علينا وما نصعبش الدنيا على نفسنا. ان شاء الله 2-0 لمصر في دور الثمانيه.